وصل فريق الوداد الرياضي سفير كرة القدم الوطنية في الاستحقاق العالمي كأس العالم للأندية في حلتها الاستثنائية الجديدة هنا بالولايات المتحدة الأمريكية تحضيراته وسط أجواء رائعة وبمعنويات مرتفعة. التدريب عرفت تواجد المهاجم السوري عمر السومة رفقة النادي الأحمر الذي استعد وبشكل جيد لمباراته الثانية عن دور المجموعات أمام النادي الإيطالي السيد العجوز يوفنتوس. المباراة المقبلة غتكون مختلفة نوعا ما على المباراة الماضية، لأنه لا في الأسلوب لا في طريقة اللعب لا في الشخصية ديال الفريق، فبدينا باستراتيجية جديدة هذه المباراة هذه. غنواجهوا فريق اللي معروف بلياقة بدنية قوية من دفاع بدني، اون ايكيب دو ترانزيسيون اللي في التحولات، حتى لو سيستيم دو جو هو مختلف نوعا ما على لو ستيل ولا لو سيستيم ديال السيتي. دونك خصنا نلقاو ليه حلول. هذا بدينا العمل فيه قبل ما نجيو حتى الولايات المتحده الامريكيه، مي دابا دخلنا في سبيسيفيك، دخلنا في لي ديتاي، نحاولوا نلقاو واحد الطريقه ديال اللعب اللي تكون مناسبه. وكان فريق الوداد الرياضي قد استهل مشواره في هذا الحدث الكروي العالمي بهزيمه امام النادي الانجليزي مانشستر سيتي بهدفين للا شيء، فيما نادي يوفنتوس الإيطالي كان قد تفوق على نادي العين الإماراتي ب5 أهداف نظيفة. ويطمح الفريق المغربي لتحقيق الفوز خلال هذا اللقاء. كما كيعرف الجميع المقابلة الأولى لعبنا ضد فريق اللي كبير هو مانشستر سيتي، اللي فريق اللي كيستحوذ على الكرة كثير، ودرنا مقابلة جيدة، وإن شاء الله غادي نوجدوا لهذه المقابلة الثانية، ونتمنى إن شاء الله الفوز إن شاء الله في المقابلة الثانية. ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب الدولي السوري عمر السومة كلاعب أساسي أمام نادي يوفنتوس الإيطالي بدلا عن اللاعب كاسيوس مايلولا في تغيير تكتيكي لمدرب نادي الوداد الرياضي أمين بن هاشم، الذي سيعتمد على خطة هجومية منذ انطلاق اللقاء في تغيير تكتيكي مقارنة مع المباراة الأولى.